وسهلا بكم متتبعين ومشاهدين اليوم بريس. قد تغلب الوداد الرياضي على موظفه إنيمبا النيجيري بهدف لصفر في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب غوزويل الدولي على حساب ذهاب ربع نهائي الدوري الإفريقي. وقد انطلقت الجولة الأولى على وقع محاولات هجومية كثيرة للفريق الأحمر، حيث لم يتمكن من ترجمتها إلى أهداف محققة. وواصل فريق الوداد محاولته بحثا عن هدف التقدم، والتي كانت ضربة رأسية أيوب العملود في الدقيقة 28 وقد مرت بجانب المرمى. وجاءت الدقيقة 39 التي نجح فيها الوداد بتسجيل هدف السبق بعد أن أعلن عليها الحكم التشادي بركلة جزاء، ونجح يحيى جبران في وضعها داخل الشباك. وفي الجولة الثانية ضغط فيها الفريق النيجيري على الخط الأمامي للضيوف سعيا منه لتعديل الكفة، وبعد ذلك أضاع الفريق الأحمر فرصا كثيرة لتوسيع الفارق لتنتهي المباراة بانتصار الوداد الرياضي. يشار إلى أن الوداد يستقبل ضيفه النيجيري في 25 من الشهر ذاته انطلاقا من الساعة مساء بتوقيت غرينتش.